طلبة وعمال اختاروا مصر وجهة قبل أن تتلاحق الأحداث السياسية وتتصارع بوتيرة تولد فيها انشغال بأوضاع المغاربة المستقرين هناك. لأجل هؤلاء خلية تواصل رهن الإشارة تضمنها سفارة الرباط في مصر. مراسلة من القاهرة. الأحداث السياسية الساخنة التي تشهدها مصر دفعت سفارة المملكة المغربية بالقاهرة إلى تشكيل خلية من أجل التواصل مع أفراد الجالية المغربية ومتابعة أوضاعهم وتقديم المساعدات العاجلة في حالة وجود أي صعوبات أو حالة طوارئ. رأينا أن من الواجب علينا أن نحدث خلية للتواصل مع الجالية المغربية بالديار المصرية، وهكذا تشكلت هذه الخلية لتبقى على تواصل مع المغاربة على امتداد اليوم بكامله، أي خلال 24 ساعة على 24 ساعة. ظروف سياسية واجتماعية صعبة مر بها المجتمع المصري مؤخرا، ولم تبخل الدبلوماسية المغربية في تقديم يد العون لمواطنيها في اللحظات الحرجة. اتصلنا بعدد من أفراد الجالية المغربية في مختلف أنحاء الديار المصرية، وتبين لنا بأن المغاربة يعيشون في ظروف عادية، وأعتقد وأنا مطمئن بأن كيفما تطورت الأحداث فالمغاربة سيظلون في منأى عن أي مشكل. الحمد لله السفاره المغربيه بعد الحمد لله دايره معنا داكشي مزيان، ما تتخليناش واقفين، تتقضي لنا الغرض ديالنا. المره اللي فاتت محمد السادس الله يخليه لنا ويحفظه لنا بعث لي بناتي الاثنين وابن بنتي، يعني بعثهم للمغرب في الطياره. اي اشكال ما فيش لحد الساعه الحمد لله ولا مشكله، بس في اي اوراق سواء كانت رسميه او غيره دائما السفاره فاتحه ابوابها الحمد لله للجاليه. الخليه التي اقامتها سفاره المملكه المغربيه بالقاهره تعمل على قدم وساق ليلا ونهارا بمقر السفاره، وذلك للتواصل مع الجاليه المغربيه.